السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حلقات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. الخلطة الجبارة للقضاء على اصعب البقع الموجودة في الهدوم البيضاء، بجد تحفة. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناة ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لي اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناة. خلطة جميلة جدا جدا، يعني هتحطيها على الهدوم البيضاء هتخلي لك كده زي الفل. بصوا عامله ازاي تحفه. هنجرب الرغوه بتاعتنا مع بعض. لحظه واحده هجيب شويه ميه. اهي دي ميه عاديه خالص من الحنفيه اهي. هحط شويه، حطها شويه صغيرين خالص اهو. رغوتها تحفه وهتخلي الهدوم بتاعتك زي الفل. جربيها بجد روعه، هتقضيلك على اصعب البقع. بصوا يا حبايبي رغوته عامله ازاي تحفه، مع اننا مش حاطين اي مسحوق، احنا حاطين الخلطه والمكونات اللي انا حطيتها معاكم وعامله. والرغوه بتاعته عامله ازاي، يعني هتقع مني من الطبق زي ما انتم شايفين كده. بصوا عامله ازاي، روعه روعه روعه، وهتخلي الهدوم بتاعتك زي الفل. هتقضيلك عليها تماما. بصوا عامله ازاي رغوته حلوه قوي قوي. يا ريت تجربوها، والتقل بتاعها كمان حلو. يلا بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. يلا ان شاء الله يا حبايبي هنعمل احلى خلطه للهدوم البيضاء. اول حاجه كده معانا لتر من ميه، ومعانا 3 معالق نشا و4 معالق ممسوحين كده اللي هو الكورن فلاور. بس قبل ما نبدا الوصفه نسمي الله يا حبايبي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. هنقلب كده كويس. بعد كده يا حبايبي هنجيب كده ربع كوبايه من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. وده معلقه صودا او بوتاص. بعض الدول حجر تسليك المجاري، كترونه، بيبوشار. طبعا لو لها اسامي تانية ممكن تقولوا لي. هندوبها كويس كده يا حبايبي. بعد ما دوبتها قبل ما احطها على النشا لازم ادوب النشا كويس اهو. لازم ادوبه تاني عشان لو هو مكتل ما يكلكعش مني. وهبتدي احط الصودا. طبعا تبعدي نفسك خالص عشان ريحته وانت بتقلبيه ريحته وحشه جدا. تمام. اول ما نزلته بصوا ابتدى كده يبقى عامل معايا زي الجيلي كده اهو. كده البوتاص بتاعنا يعني كويس. واول اصلا تعرفي اللي هو كويس لما يسخن منك وانت بتعملي، لازم يسخن منك جامد. لو لقيتي كده ما سخنش يبقى الصودا مش كويسه. بصوا زي ما انتم شايفين كده. كده يا حبايبي بقى بعد ما قلبته كويس وبقى جيلي زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هجيب كده قولي حوالي لتر ميه. هتحطي فيه معلقتين زهره بيضه، معلقه بيكربونات الصوديوم، ومعلقه دنكار. الدنكار ده اللي هو بتاع الماده الحافظه للجبن. تمام. والزهره البيضه اللي هي الصودا اش يا حبايبي. وهقلب كويس. يبقى معلقتين زهره بيضه اللي هي صودا اش، دولك معلقتين سكر، ومعلقه بيكربونات الصوديوم اللي هي تقريبا صودا الخبز تقريبا، انا مش عارفه يعني مش متاكده. والدنكار ومعلقتين سكر، وهندوبهم كويس. لتر ميه، واحنا حاطين لتر ميه عليه نشا في الاول. تمام. هدوبه كده كويس يا حبايبي. بقى بعد ما دوبته كويس هنزل عليه كده واقلب. ما حطيتوش كله لسه، هقلب كده حبه بحبه. ان شاء الله هتبقى احلى خلطه للغسيل الابيض. هخليلك الغسيل الابيض زي الفل. هحط بقيتهم وهقلب كويس برضو يا حبايبي. بس انا هنقله في حاجه تانية. لحظه واحده بس هنقله في الطبق اهو. الطبق ده اتملى مني. مش تقولوا عامل ازاي تحفه يا حبايبي. بقى بعد ما نقلته، الوصفه دي هتبقى جباره. اي بقع في الهدوم البيضاء هتقضلك عليها تماما. وصفه جباره بقى بالحاجات اللي حاطينها فيها. ده كلور اهو، كلور خام. هتجيبيه كده من عند بتاع المنظفات، بيبيعوا رخيص. قولوا له هات لتر اللي هو الخام، بيبقى حلو قوي في التنظيف بجد. احنا حاطين بقى زهره بيضه وبيكربونات والدنكار، وبجد الحاجات دي هتخلي لك الهدوم بتاعتك زي القشطه. بعد كده
دي الخلطه البيضه، بجيبها للغسيل الابيض من عند بتاع المنظفات. تمام، ده لتر. تمام، هو بيبيعه رخيص. انا هحطه معاكم. يا حبيبي انا فتحتها اهو، اهي دي اسمها الخلطه البيضه، بتجيبيها كده من عند بتاع المنظفات. بصوا بتبقى لونها ابيض كده. طيب لو انت معرفتيش تجيبيها او ما عندكيش، ممكن تحطي برسيل جل او تحطي صابون سائل، اللي عندك الموجود عندك حطيه، مش شرط يعني. تمام، مش شرط تحطيه. بصوا تقول عامل ازاي، روعه بجد اهو. الوصفه بجد دي تحفه. انا مش عايزه اقول لك هي هتعمل في الهدوم البيضاء ايه، يعني ما تيجي تنقعيها كده هتخليها لك زي القشطه. جربيها كده بجد روعه. اهو يا حبايبي، هقلب كويس. عايزين نشوف بس التقل بتاعه عامل ازاي. بصوا بجد جميل جميل جدا جدا. كده يا حبايبي انا زودت كمان نص لتر من صابون الخلطه. يبقوا كده 4 لتر، حوالي 4 لتر، لان انا في الاول حطيت رتل مع النشا، ورجعت حطيت اللتر مع المكونات، وبعد كده حطيت الكيس بتاع الخلطه كان لتر برضو، يبقى كده 3، وحطيت كمان نص لتر، يبقوا كده 3 لتر ونص. والميه حوالي 4 رتل من الخلطه الجباره دي. روعه بجد، مش هنجيبها كده من بره بالمكونات الجميله اللي فيها، لا تقضيلك على اصعب البقع. بجد تحفه، يا ريت تجربوها بجد حلوه قوي. واول مره احط معاكم الصابون بتاع الخلطه في اي وصفه، انا قلت اجربه معاكم كده بجد تحفه تحفه تحفه. انا طبعا مش هحط لون، اللون كده بتاعه حلو، انت لو حابه تحطي مفيش اي مشكله. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ بجد هتيجي كده تنقعي الهدوم، هتحطي شويه عليهم مع المسحوق بتاعك وتنقعي عادي خالص. لو هتحطي في الغساله هتحطي كوبايه صغيره مع المسحوق. طبعا الخلطه دي يا حبايبي للهدوم البيضه بس. تمام يا حبايبي، للهدوم البيضه مش للالوان. حلوه قوي قوي. وكمان لو حابه التقل بتاعه خفيف تقيل براحتك خالص، انا شايفه التقل بتاعه كده حلو. ايه رايكم؟ والكميه حلوه هتقضي معاكي شويه. انا شاريه من عند بتاع المنظفات الرطل، يعني بشتري الكيس رخيص. تمام، ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ بس طبعا لما تعملي في البيت بالمكونات اللي انت عملتي فيها بتوفري، بتعملي كميه اكبر. لو عملتي بلتر ولا لتر ونص بتعملي كميه اكبر، وهتقعد معاكي يعني فتره. ايه رايكم بقى؟ بجد حلوه قوي، هتقضي لك على اصعب البقع، وهتخلي الهدوم بتاعتك زي الفل. يا ريت يا حبايبي لو بيعجبكم وصفاتي تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية تكتبوا لي في التعليقات. ويا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.